اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده اللاعب الجزائري زين الدين بالعيد اللي انتقل بالفعل للنادي الاهلي لمده 4 سنوات. زي ما انتوا شايفين امام حضراتكم ظهر على الترانسفير ماركت بالفعل. النادي الاهلي تعاقد مع افضل مدافع في الدوري الجزائري وصاحب الفضل الاكبر لفريق اتحاد العاصمه الجزائري في كاس الكونفدراليه الافريقيه في النسخه قبل الماضيه. يعتبر بيمثل 80% من حصول اتحاد العاصمه الجزائري على هذه النسخه بالفعل، وصاحب الفضل الاكبر على فوز اتحاد العاصمه الجزائري على النادي الاهلي في السوبر الافريقي اللي اتلعب في المملكه العربيه السعوديه بعد ما سجل ركله جزاء في محمد الشناوي، والهدف ده فريق اتحاد العاصمه الجزائري من خلاله بيتوج بطوله السوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي. كامكانيات اللاعب، مميزاته ومواصفاته، فعلا ده اللي بيلبي طموحات كل جمهور النادي الاهلي. مدافع من المدافعين السوبر، بيعرف يطلع بالكوره بشكل مميز اكثر من رائع، بيسلم من رجل لرجل وقوي وشرس في الالتحامات الارضيه وكذلك الهوائيه. لاعب بيمتلك شخصيه قوية على أرضية الميدان على المستوى البدني والتكتيكي والذهني، دايما حاضر، بيمتلك جسمان يعني طوله مناسب بشكل كبير جدا، بيمتلك نفس مميزات محمد عبد المنعم. خلص لك مباراة زي ما بيعمل محمد عبد المنعم كده بالظبط، وده اللي عمله بالفعل زين الدين بالعيد مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. صفقة ناجحة بمشيئة الله على كل جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي بشكل خاص، لأنك بتتكلم عن مدافع سوبر. مدافع ان شاء الله هيكون اضافه قويه اللي هيسجل هدف في النادي الاهلي في ظل وجود زين الدين بالعيد ومحمد عبد المنعم وكذلك ياسر ابراهيم ومتولي ورامي ربيعه. انا هعتبره فاز على النادي الاهلي. طبعا اكيد انت مستغرب انا ليه بتكلم بالطريقه دي، لانك يعني لو اتفرجت فعلا على زين الدين بالعيد هتقتنع تماما باهميه الكلام اللي انا بقوله لحضرتك. طبعا النادي الاهلي تعاقد مع زين الدين بالعيد فقط. عايز اقول لك ان تاني صفقات النادي الاهلي وفي مركز الدفاع ايضا اللي شبه اتحسمت بالشكل رسمي كما صرح الكابتن احمد شوبير هو يوسف ايمن، اللاعب اللي بيمتلك الجنسيتين المصريه والقطريه. بالمناسبه زين الدين بالعيد يعني هو عمره من مواليد 99، عمره بيتراوح ما بين 24 ل 25 عام، وكذلك يوسف ايمن اللاعب اللي بيمتلك الجنسيتين المصريه والقطريه ايضا نفس الكلام، مواليد 99 وعمره بيتراوح ما بين 24 ل 25 عام. لاعب بيمتلك امكانيات جباره ايضا وبيمتلك نفس مميزات زين الدين بالعيد ومحمد عبد المنعم، ايضا بيزيد من الناحيه الهجوميه بسبب سرعاته ومهاراته العاليه للغايه، وكمان شرس في الالتحامات الارضيه والهوائيه، دايما حاضر ذهنيا وفنيا وتكتيكيا على ارضيه الميدان، واحد نجوم الدوري القطري ويعتبر افضل مدافع في قطر ونجم منتخب قطر. واللاعب ده قيمته التسويقيه على الترانسفير ماركت بتتخطى 350,000 يورو. النادي الاهلي هيجيبه على سبيل الاعاره لمده موسم، ولو تلاحظ النادي الاهلي جابه على سبيل الاعاره لمده موسم مع حقيه الشراء، لان النادي الاهلي حابب يامن حته بقاء او رحيل محمد عبد المنعم، وبالتالي النادي الاهلي حاطط بند ممكن يشتريه في اي لحظه. النادي الاهلي منتظر يشوف هل في عروض مناسبه لمحمد عبد المنعم، وبالتالي عبد المنعم لو خرج من النادي الاهلي تتكلم ان بنسبه تخطى 80% لو يوسف ايمن اثبت نفسه هيجدد مع النادي الاهلي مش اقل من 4 سنوات زي زين الدين بالعيد كده بالظبط. عايز اقول لك ان دول صفقتين من العيار الثقيل هيمثلوا ثقل كبير جدا في خط دفاع النادي الاهلي وفي الفريق بشكل عام. ما تنساش تقول لي رايك كمشجع النادي الاهلي في الصفقتين، وايه النواقص اللي انت شايفها والمراكز اللي النادي الاهلي لازم يتعاقد معاها بالفعل.